بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا هبتدي معاكم سلسلة جديدة اسمها سلسلة الخطايا الخبيثة، وممكن نكون أخدنا منها جزء قبل كده بس بصورة تانية. الأول، يعني إيه كلمة خطية خبيثة؟ الخطية الخبيثة جاية من كلمة مرض خبيث. طب إيه هو المرض الخبيث؟ المرض الخبيث هو مرض ممكن يكون بيحاربني وبيحارب خلايا جسمي وأنا مش حاسس بيه في المراحل الأولى، وبعدين يتملك مني وممكن يقود إلى هلاكي وملحقش أعمل معاه أي حاجة. أو في الحياة الروحية عندنا خطايا خبيثة بالشكل ده. علشان مثلا ما نضيعش وقتنا هنخش في الخطية الأولى. الخطية الأولى هي خطية الفضول. طيب يعني ايه خطية الفضول؟ هو اساسا الفضول خطية؟ الحقيقة لما الانسان يكون عنده فضول المعرفة البناءة دي حاجة كويسة. بدور على معلومة، براجع معلومة، عندي فضول في مثلا سفر من اسفار الكتاب المقدس ما كنتش قريته قبل كده، عاوز اعرف تفاصيله، عايز ادرس فترة زي فترة السبي مثلا في الكتاب المقدس. كل ده فضول حلو قوي، فده اسمه فضول المعرفة البناءة. لكن انا بتكلم على حاجة تاني خالص. الفضول بمعنى الانسان اللي عاوز يعرف اسرار غيره او مرتب واحد صاحبه. طيب انا هستفيد ايه بالمعلومة دي؟ اوقات الفضول بيبقى فضول قاتل، زي مثلا واحد على سبيل المثال يجرب حاجة، يعني عنده فضول. هو اللي بيشرب سجاير ده بيحس بايه؟ هو اللي بيشرب خمور ده بيحس بايه؟ هو اللي بيشرب مخدرات ده بيحس بايه؟ طبعا هنا الشيطان بيصطادني ان انا عاوز اجرب، عاوز اعرف، انا احب اكون عارف كل حاجة، وساعتها انا رجليا بتتزحلق في خطية ما بعرفش اخرج منها، وتبقى المشكلة مشكلتين. طيب ده ممكن يقودني لكتير قوي. لو انا عندي فضول في اخبار الناس هقع في الادانة، واقع في الغيرة، واقع في الحسد. ولو انا عندي فضول التجربة، الحقيقة مش كل حاجة الانسان يجربها قبل اوانها، لان لو جربت حاجة قبل اوانها ممكن تمسك فيا وتتعبني بعد كده. علشان كده انا لازم اسأل نفسي مع كل مرة عندي كده رغبة في المعرفة، اقول المعرفة دي هتبنيني ولا هتضرني؟ لانها لو كانت هتضرني تبقى خطية خبيثة مش المفروض انزلق فيها. نكمل بكرة. صباح الخير.